في جاثام سيتي باتمان دايما بيحارب الجريمة مع المساعد بتاعه روبن. من ساعة ما عرفت باتمان وكنت فاكر دايما إن روبن ده هو شخصية واحدة بس، ولكن اكتشفت إن روبن مش شخص واحد، دول 5 شخصيات، كل واحد فيهم عنده شخصيته المستقلة وقصته المختلفة وماضيه المختلف. فتعالوا دلوقتي نتكلم عن كل واحد فيهم. الروبن الأول ديك جريسون، ده أول روبن واللي بيكون أروش روبن بالنسبة لي وأفضلهم، وهتعرفوا ليه برضه في آخر قصته. طيب إيه هي قصته؟ ديك كان طفل صغير بيشتغل في السيرك مع أبوه وأمه وبيقدموا عروض أكروبات. في يوم عصابة جت هددت صاحب السيرك وقالوا له إنه هيدفع لهم فلوس زي إتاوة، يعني يا إما هتحصل حوادث شنيعة. طبعا رفض صاحب السيرك إنه يدفع لهم أي فلوس، فالعصابة دي قطعت الحبل اللي كان بيمسك فيه أبو وأم ديك جريسون في عروضهم، ومات أبو وأم ديك جريسون قدام عينيه. وهنا باتمان اتدخل وكان عايز يساعده عشان يحميه من العصابة لأنه شاف في نفسه، فبالتالي باتمان قرر إنه يتبنى ديك جريسون، ومن هنا بدأ أول روبن. باتمان دربه بقى من أفضل الروبنز في رأيي. ديك كان معروف بدمه الخفيف وحركاته الأكروباتية الممتازة، وده اللي كان بيوازن بين شخصيته وشخصية باتمان الجادة. بعد ما بيعدي سنين وهو روبن وبيقاتل الأشرار مع باتمان، قرر إنه يأسس فريق ويكون القائد بتاعهم هو فريق التين تايتنز. هتعدي السنين وهيكبر ديك جريسون وهيقرر انه يستقل لوحده ويسمي نفسه تحت اسم جديد وهو نايت وينج، واحد من افضل ابطال الخارقين في دي سي بالنسبه لي. تاني روبن وهو اكتر روبن حزين في رايي هو جيسون تود. بعد ما طبعا ديك جريسون كبر وبقى نايت وينج وساب باتمان، ظهر روبن الجديد وهو جيسون تود. جيسون كان ولد يتيم وفقير، ابوه اتخلى عنه وامه ماتت، وكان عايش في الاحياء الفقيره وكان بيسرق عشان يقدر ان هو يعيش. وفي يوم من الايام راح يسرق عجل عربيه باتمان، دي اغبى حاجه ممكن حد يعملها الصراحه. فباتمان مسكه وشاف إن هو بائس، فقرر إنه يتبناه ويدربه عشان يبقى روبن الجديد، وأظهر فيها إنه جامد جدا وإنه يقدر يسد مكان روبن القديم. ولكنها تبتدي المشاكل بسبب اختلاف شخصيته الكبير قوي عن ديك جريسون. روبن الأولاني كان دايما بيحب يستخدم العنف لدرجة إنه اقترح إنه يستخدم الأسلحة النارية، وده طبعا كان ضد مبادئ باتمان. في يوم من الأيام هيكتشف إن أمه اللي ماتت وهو صغير مش أمه الحقيقية، وإن أمه الحقيقية عايشة وبصحة. راح يقابلها بس هي قالت له إن الجوكر بيهددها. ساعتها قرر إنه يحاول يحميها، ولكنها بعته للجوكر. الجوكر هيخطفه ويحطه في مخزن كده ويمسك عصاية حديد وهاتك يدعك على دماغه لحد ما خلاص هيبقى بيحتضر، وبعدين هيفجر المكان ويمشي. باتمان كان بيحاول ينقذه ولكن للأسف هيجي متأخر وجيسون هيموت. الغريب في الموضوع أو المضحك إن اللي موت جيسون تود كان الجمهور، لأن مجلة دي سي عملت تصويت هل جيسون يعيش أو يموت، والناس صوتت بشكل أكبر إن جيسون يموت. لكن قصته مش بتنتهي لحد هنا. بعد فترة هيجي راس الغول وهيحيي جيسون، هيحطه كده في بحيرة اسمها لازورس بيت، وديت زي مية الحياة كده. المهم جيسون بيرجع تاني للحياة ولكن بشخصية تانية خالص، شخصية عنيفة جدا وبيرجع كأنتي هيرو. ولو عايزين نتكلم عن أنواع الأبطال ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات. المهم إنه بيرجع تحت اسم ريد هود وبيعامل الأشرار بكل عنف، وطبعا بيستخدم الأسلحة النارية. وباتمان هيعرف بعد فترة وهيحاربوا بعض طبعا عشان كل واحد فيهم عنده أفكار مختلفة، واحد بيقتل الأشرار والتاني بيحاول يصلحهم. وبس كده. أما تالت روبن معانا وهو تيم دريك، ويعتبر أذكى روبن فيهم. تيم كان مختلف جدا عن الروبنز اللي قبليه، هو ما كانش فقير أو حتى يتيم، بالعكس ده كان غني جدا وعنده ذكاء خارق، لدرجة إنه اكتشف هوية باتمان ونايت رينج في سن صغير. بعد موت جيسون تولد لاحظ تيم إن باتمان شخصيته اتغيرت وإنه بيعامل الأشرار بعنف أكبر أو بعنف زيادة عن اللزوم، وإنه دايما غضبان ودايما بيدغدغ في المجرمين. فتيم راح لديك جريسون اللي هو نايت وينج وحاول يقنعه إن هو يكون روبن الجديد، وبيحاول يقنع باتمان إن تيم يكون هو روبن الجديد. وبالفعل باتمان بيوافق لأنه محقق عبقري جدا جدا وقدر يكتشف هوية باتمان. لكن باتمان حط له شرط إن هو يتحمل تدريباته القاسية عشان ما يتحولش يبقى شبه جيسون تود. هيعدي الوقت وأبو تيم هيعرف إن هو روبن، فيغضب غضب شديد ويغصب تيم إن هو يسيب شغلانته كمساعد باتمان. وبالفعل تيم هيتقاعد، ولكن تقاعده ده هيبقى تقاعد مؤقت، ولكن في الفترة اللي هو هيتقاعد فيها دي هياخد مكانه روبن الرابع، وهي بنت، لكن هتكلم عنها لما يجي وقتها. المهم يعني بعد ما باتمان بيطردها بيرجع تاني تيم كروبن. لكن في واحدة من قصص باتمان إنه بيزيف موته، تيم هيعمل شبه أغلب الروبنز وهيقرر إنه يشتغل تحت شعار جديد هو ريد روبن، أكتر اسم كريتيف شفته الحقيقة. تخش بقى على روبن الرابع وهي ستيفاني براون، وهي البنت الوحيدة اللي ظهرت كروبن، وزي ما قلت هي مش هتطول في دور روبن لأنها هتعصي أوامر باتمان، فباتمان هيقرر إن هو يطردها. بس ستيفاني عنيدة شويتين، فقررت إن هي طبعا زي أي روبن تاخد لنفسها اسم جديد وتبقى باد جيرل.
نيجي بقى لاخر روبن عندنا، وهو ابن باتمان الحقيقي داميان وين. وداميان هو الوحيد اللي كان ابن باتمان الحقيقي، وابن طبعا تاليا راس الغول، ويبقى حفيد برضه راس الغول. تاليا كانت بتدربه وان هو في بطنها، كانت بتعمل عليه تجارب جينيه، مغبوله الصراحه، عشان طبعا يبقى اذكى واقوى. ده غير طبعا التدريبات اللي هيفضل عليها في مكان راس الغول. وباتمان هيعرف ان هو ابنه، فهيخليه يعيش معاه. في الفتره اللي قلت فيها ان باتمان بيزيف فيها موته، ديك جريسون هيلبس عباية باتمان ويبقى داميان هو روبن. وباتمان هيرجع هيشوف ان ابنه داميان بقى هو روبن، فهيسيبه ولكن مقابل التدريبات. انا مش عارف هضربه اكتر من كده ايه، ده كفايه انه نشأ في بيت راس الغول. وبس كده، لو في روبن معين عايز اعمل لك فيديو عن قصته ما تنساش تقولي في الكومنتات. وفي النهايه حابب اقول جاست كده، بيس.